مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة. نأمل بأن تكون هذه المواجهة في مستوى التوقعات الكبيرة، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة يواجه البلوغرانا نادي برشلونة، على أمل بأن ترتقي هذه المواجهة لمستوى التطلعات والتوقعات والآمال وأن تكون مليئة بالإثارة. فريد، خافير ماسكيرانو، كرة عند بيلينغهام، ولا مع فريد. جاك جريليش، ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. جوردي ألبا، موكوكو، إيرلينغ هالاند، كرة مع موكوكو، جواو فيليكس، كرة عند بيلينغهام. يا سلام يا جوردي ألبا، يستخلص الكرة بشكل سليم. ديابي، كرة عند بيلينغهام، ولا مع فريد. الآن يدخل موكوكو في الثلث الأمامي وعليه أن يفكر في خطة فرصة للتقدم في المباراة. هدف يكسر النتيجة السلبية. افتتحت المباراة الآن بضربة، وأي ضربة! يا لها من إثارة مرتقبة ومنتظرة الآن. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. عدنا موكوكو، وهنا موسى ديابي، تصدي رائع هنا، ارتماء ناجح على الكرة، لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء، يبعد الكرة، كرة تعود إلى برشلونة، بيعدي وبيمر بالكرة، الفرصة ما زالت قائمة. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في هذا اللقاء. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، ولكن اقتربت الأمور بعد هذا التقدم. الله على حارس المرمى للإمساك بالكرة. الحكم يضيف دقيقة واحدة. الآن تنطلق صافرة النهاية ووصلنا فيها لختام المباراة. فوز هنا لمصلحة برشلونة، فوز يعبر عن قوة الفريق ليس فقط كرويا لكن ذهنيا أيضا. هذا الأمر يجعله يعرف كيف يخرج منتصرا في مثل هذه المباريات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. يوم جميل هنا وأجواء جميلة نترقب فيها انطلاقة مباراة كبيرة. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. فريق برشلونة في مواجهة الكتالوني برشلونة. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة كبيرة في المستوى، نتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة، نتمنى الجماهير الشغوفة بأن تستمتع بهذه المباراة وأن تكون هذه الأجواء حافز كبير مهم للجميع. جريليتش، جاك جريليش، الآن قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. مستحيل، كرة في المرمى، هدف مبكر يشعل اللقاء. شوف الهدف من جديد، شوف هذه العرضية المثالية والإنهاء اللي جاء بدون ضغوطات حتى راسية. بيلينغهام، موكوكو، بيلينغهام، راحت إلى يوسف موكوكو، هل تستغل الفرصة؟
تصدي للكرة لكنها ما زالت داخل الملعب. الحارس ينجح في الامساك بالكرة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. يا رب، هدف يأتي الآن. برشلونة يسجل هدف التعادل ويعود في النتيجة. أكيد المدرب سيكون غاضبا من تلقي هدف التعادل في مثل هذا الوقت وقبل الخروج للاستراحة مباشرة. هدف يجعل كل شيء مختلف في غرفة الملابس. موكوكو، الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة ولنا عودة لمتابعة أحداث اللقاء. تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة إيرلينغ هالاند، ولا مع موسى ديابي. هل يفعلها ويأخذ الأفضلية؟ تصدي والكرة ما زالت في الملعب. الكرة في المرمى، يسجل ويتقدم في النتيجة من جديد. نلقي نظرة جديدة على الهدف في مناطق الخطورة. تسمع أصوات الجماهير. دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. يتقدم بالكرة. أوه، هدف يأتي في توقيت قاتل. رصاصة الرحمة في هذه المباراة. فارق الهدفين في هذه اللحظات. الفوز يقترب هنا. الله على هذا الهدف. هذه الأهداف الجميلة لا نمل من إعادتها. شوف كيف راحت، شوف كيف حطها في المرمى بدقة شديدة. الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لمصلحة البارسا. دقيقتين كوقت بدل ضايع. اوه، الله على اللقطة. شوف كيف عدى، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. نهاية المباراة إذا مشاهدينا. برشلونة هو المنتصر اليوم. مباراة كانت قوية لكن الفريق عرف كيف يحسمها لمصلحته في النهاية، وعرف كيف يخرج منتصر بعد أداء ممتع دفاعيا وهجوميا.